لو ما تعرفش الحاجات اللي هقولها دي من اول الفيديو لاخره يبقى عمرك ما هتنجح. عشان كده النهارده هقول لك 10 حاجات الناس الناجحه بس اللي بيعملوها. ما تسالش نفسك قبل كده ليه 1% بس من الناس هي اللي بتنجح؟ ليه في ناس ناجحه جدا ومعاها فلوس وبنات ونجاح كبير، وناس تانية لا، ولا فلوس ولا نجاح ولا صحه. ناس تانية بتحاول بس عمرها ما نجحت. مش هقول لك بقى بيشربوا ميه وبيعملوا رياضه ومديتيشن وبياكلوا اكل صحي وبيصحوا بدري. الحاجات اللي انت بتسمعها دي انساها، عشان اللي هتشوف الفيديو ده مش هتلاقيه في حته ثانيه. الحاجات اللي بتفرق شخص ناجح عن شخص فاشل. عارفين لو مش مستعد تاخد الخطوه انك تتفرج على الفيديو ده لاخره، فحابب اشترك انك مالكش فرصه للنجاح خالص. لو مش قادر تاخد مجهود انك تشوف الفيديو، يمكن مش واثق فيا بس فعليا هتستفاد. الفكره في العقليه بتاعتك، الفكره في طريقه تفكيرك وطريقه تفكيرهم. الاختلاف ده هو اللي بيفرقكم عن بعض. اول حاجه بيحبوا الفشل. ايه بيحبوا الفشل ازاي؟ الفرق بينك وبينهم ان الناجحين بيبصوا للفشل على انه حاجه من خلطه النجاح، على انه حاجه مهمه. النجاح مش هيحصل من غيرها، على ان الفشل ده تجارب غلطوا فيها ومش هيعملوها تاني. مش بيقفوا عند الفشل يومين ولا سنه ولا سنين، فشلوا خلاص هيكملوا تاني، هيشوفوا حاجه غيرها. بيتكيفوا مع الفشل، بيحبوه. بياخدوا خطوات وبيدرسوا اي خطوه بياخدوها، بس اكيد ساعات بيفشلوا، يتعلموا منها ويعدوا للي بعد كده. وده اللي بيوصلهم للنقطه الثانيه، وانهم بيركزوا تركيز جبار. العصر اللي احنا فيه اكيد سمعت الناس كتير بتقول مغريات ومشتتات وسوشيال ميديا، في حاجات كتير بتشتتنا غير المقارنات. لما نشوف حد على الانستا مثلا، نشوف حد على اليوتيوب انجح مننا، فلوس، فيديوهات، كدابين، صادقين، مغنيين، ممثلين، بنات، عربيات، لدرجه انك بقيت متابع 500 واحد تتفرج عليهم وخلاص، فاكر انك كده بتستفاد. اي معلومه تجيلك من على النت، انا بجيب معلومات. تدخل على اليوتيوب لهدف معين مثلا، فجاه تلاقي نفسك على التيك توك بتتفرج على مساجده. حرفيا اهدافنا اتغيرت، بقينا مشتتين. بس ده برضه مش هيمنعهم من النجاح، بس انهم يركزوا تركيز جبار وينسوا الفشل والماضي، وانهم اصلا مش محتاجين يقاوموا الحاجات دي، يشيلوها من حياتهم. ساعه في اليوم مثلا يا عم قول سوشيال ميديا، بس الباقي هم شايلين التليفون من اوضتهم، بيخلوا الوصول ليها صعب. تطبيقات بتعمل الحاجات دي، تطبيقات مثلا بتخلي الوصول للسوشيال ميديا صعب من اول اوضتهم اللي عايشين فيها لحد تليفون. عارفين انت لو طبقت الحاجه دي تشيل من يومك اكتر من 8 ساعات بتقضيهم على السوشيال ميديا، تبقى فعلا ليك وقت. عشان في ناس بتقول ما عنديش وقت، لكن الحاجه الجايه دي غريبه، وهي الايجو. عندهم الانانيه او الايجو، او انهم شايفين نفسهم احسن من اي حد. بيقولوا لنفسهم لو الحد ده عمل الحاجه دي ونجح فيها، يبقى انا ليه ما اعملهاش؟ يبقى انا ليه مش هنجح؟ وده مش وحش على فكره انك تبقى شايف نفسك. يعني حتى لما سالوا محمد صلاح مين احسن لاعب في العالم، قال لهم انا. على فكره الرسول كان بيعتز بنفسه، انا محمد بن عبد الله. فده مش وحش، تحس نفسك مش اقل من حد، بس في نفس الوقت انت مش احسن من حد. مش لازم تشوف نفسك من طينه ثانيه غير اللي احنا اتخلقنا بيها، بس فكره انهم واثقين في قدراتهم. يعني لو حد عمل الحاجه دي ونجح فيها، انا ليه مش هنجح؟ لو عملت زي، لو عملت احسن مني. شوفوا ان زي ما في ناس نجحت هينجحوا هم كمان، مش بيحبطوا نفسهم. انت اقل حاجه، طب انا عايز اعمل كذا، انا خايف افشل فيها والله. يعني انت تفشل ليه؟ ما كل الناس عملت، تيجي عليك انت وتفشل؟ تبعت الخطوات الصحيحه والخطوات اللي هنقولها في الفيديو ده، هتكمل من غير كسل. هي دي المايند سيت اللي احنا بنقولها يا جماعه، هي دي المايند سيت بتاعتنا. انت مشكلتك انك بتقف في نص الطريق، لانك ما عندكش الحاجات اللي انا بقولها لك دي، ما عندكش المايند سيت بتاعتهم. الحاجه اللي بعد كده بيخافوا. نعم والله هم بني ادمين زيك بيخافوا على فكره، وده بيخليهم يخططوا كتير قوي قبل اي قرار ويحسبوا خطواتهم بالظبط. بيخافوا بس مش بيخلوا الخوف يوقف. كلنا بنخاف، في ناس فاهمه الخوف غلط، وفي ناس عارفه فعلا ان الخوف ده حاجه في دماغنا احنا بس. الخوف مش هيوقف، الخوف الصح اللي هيخليك حذر وتعرف تاخد الخطوات قبل ما تعمل اي حاجه، بس مش هيمنعك تبدا. الاهتمام بالصحه، طبعا بيهتموا بصحتهم العقليه والجسديه، ولازم الرياضه اكيد، جيم، كونج فو، مشي، جري، ستريتش، بيمدوا، بيمشوا سريع كرياضه مثلا. يهتموا باكلهم، يقللوا السكر، يهتموا باكلهم. انت ممكن في حالتك تقلل السكر، تقلل الزيت، فهم بيقدروا يلتزموا بالحاجات دي فعلا بجد. عشان اللي انا قلت لك قبل كده، فاكروا انهم بينظموا بقيت، انهم بيبقوا مركزين. يعني على سبيل المثال شركه جوجل ليها ركن كده خاص فيه حلويات واطباق وحاجات عشان الموظفين يتبسطوا وهم بيشتغلوا. فشركه جوجل كانت عايزه تخلي الموظفين بتاعها ياكلوا شوكولاته صحيه. لاحظت الموظفين بياكلوا شوكولاته غير صحيه. اللي عملته انها حطت شوكولاته غير صحيه في صندوق مقفول، والشوكولاته الصحيه حطتها في صندوق شفاف، وحطت باقي الحلويات الصحيه في اطباق متزينه. فعلا الموظفين ما بقوش ياكلوا شوكولاته غير صحيه تاني، النسبه قلت جدا. عشان كده بقول لك تنظيم البيئه اللي حواليك بيفرق جدا. على سبيل المثال لو انت عايز تقرا، حط كتاب معاك في اي الحته اللي انت بتبقى موجود فيها، حط كتاب في الحمام، حط كتاب في اوضتك على سريرك. لو بتعاني من مشكله ان انت بتقعد على التليفون كتير، فشيل التليفون بعيد عنك. عشان كده هم بيهتموا بصحتهم العقليه مش الجسديه بس، العقليه، لانهم بينظموا بيئتهم بحيث ان البيئه تضغطهم. خلاص انت مركز، ما وراكش حاجه غير الشغل، وده بقى بيخليهم عندهم رؤيه وهدف واضح يسعوا له. يعني هدفهم واضح ومحدد. عشان كده بيجي في الجول. ما هو ببساطه كده، تخيل معايا لو انت في ماتش كوره ومش عارف فين العارضه، هتشوط الكوره فين؟ انا نيت سليمه، خلي بالك. فانت مش عارف فين العارضه، هتشوط الكوره فين؟ بالظبط كده، العارضه هي هدفك، والكوره هي مجهودك وتركيزك. وانت لو ما عرفتش تحط الكوره فين او مجهودك وتركيزك ده فين، هتضيع ومش تنجح. عشان كده انت بتسعى وما بتلاقيش نتائج، لانك مش عارف المجهود ده فين. انا بشوف ناس كتير بتروح الجيم هو مش عارف يتمرن، مش بيعمل التكنيك صح. ده ابسط مثال، فبتلاقيه قعد 6 شهور والناس الباقيه اتطورت عنه، لانه ولا عارف نظام في الجيم، ولا عارف يتمرن ازاي، ولا عارف اي حاجه. طبعا يشكر على اللي هو بيعمله، بس هو ما طبقش القاعده دي. هو لو كان طبقها كان هيجيب الجون بتاعه من بره ال 18. فاهم حاجه انك تحط هدف، ده بيقدر انك تخلي حياتك منظمه وفعلا محدده. طب ازاي؟
الله. تتجوز مين؟ بنت شكلها ايه؟ منين؟ عايز تعمل فلوس؟ طب كام؟ هتروح الجيم؟ طب كام يوم في الاسبوع؟ عايز ابقى ناجح؟ طب ايه الهدف بتاعك؟ ببساطه حدد اهدافك، انت هتعمل ايه في حياتك؟ دلوقتي والله انا حددت ان انا اروح الجيم واعمل جسم حلو. طب الجسم الحلو ده هيجي ازاي؟ بالجيم صح؟ طب الجيم ده ازاي هقيس هدفي وهعرف مثلا حققت قد ايه من الهدف؟ لما اعرف انا هروح الجيم كام يوم في الاسبوع، انا هروح الجيم 5 ايام في الاسبوع، هروح 3 ايام، هيبقى كده حققت 60%، يبقى انا كده فعلا قادر اقيس هدفي وقادر اقيس تطوري. لان معظم الناس بتبقى حاسه ان مفيش نتائج لانها مش عارفه تقيس اهدافها مش واضحه. هم حط الهدف اللي هيحركك فعلا، المشاعر اللي هتحركك. حاجه بقى اهم من كل ده وهي انهم جاهزين، دايما ساندين السكينه. الفرق بينك وبينهم ان هم جاهزين يدفعوا الثمن، عارفين في عقلهم ان النجاح ليه ثمن. اي حاجه في الدنيا ليها ثمن في حياتك، فلو انت عايز تحقق هدفك من جواك فلازم فعلا تدفع الثمن. هنا مش في الجنه، الدنيا هنا اي حاجه ليها ثمن. قهوه لازم تشفطها حتى عشان تشربها. انا عارف انك قاعد دلوقتي وبتقول لو لعبت يا زهر، بس الزهر مش هيلعب غير لما تدفع. لو هتضحي بحاجات ضحي بيها، لانك لو مش هتضحي بالحاجات الصغيره اللي بتعطلك يبقى انت كده بتضحي بهدفك كله. الثمن اللي هدفك ما حدش هيدفعه لك، فما تستناش حد يساعدك، لان هي دي المسؤوليه. لو ما حدش ساعدك هتسد. على فكره عشان كده بيحسوا بطعم النجاح، لانهم عندهم حاجه اسمها الهوس المجنون. انا مش هسيب الهدف ده غير لما احققه. وده الفرق بينك وبينهم، انك بعد شهر ولا حاجه بتسيب الهدف وخلاص، مع انك كنت على وشك ان انت توصل. عشان كده هم ناجحين، لانهم عايزين يبقوا رقم واحد في اي حاجه. هم عارفين ان في ثمن وجاهزين يدفعوه. بص على طول الحاجه اللي بعد كده اللي بتخليهم فعلا قادرين يركزوا وقادرين يبقوا رقم واحد، انهم مش بيبصوا للتفاهات، كاريزما كده في نفسهم، او بمعنى اصح بيعرفوا يتعاملوا مع الناس. ممكن يبقى انت ما عندكش ذكاء اجتماعي او قدره التعامل مع الناس، بس على الاقل بتعرف تقنع، او على الاقل كاريزما في نفسك. مش قصدي كاريزما هناك بانك تحط رجل على رجل وتقعد وتشرب السيجار. كاريزما انك عندك شخصيه، عندك مبادئ، ايا كانت بقى دينك او اخلاق او قيم انت ماشي عليها. ولو ركزوا على المبادئ دي مش هيبصوا لكلام الناس، لانهم مش هيبصوا على التفاهه. الواد ده شتمني في كوم، انت سابتني. لا هم ما لهمش دعوه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا عما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله واهلك فيما تركته. مهما حصل هيحطوا الشمس في يمينه ويحطوا القمر في يساره ويعذبوه، هيعملوا اي حاجه، هو هيدفع الثمن. هو ده اللي بتعلمه من دينك. عشان كده بقول لك هم مش بيركزوا على الحاجات اللي مش مهمه. اي حاجه تعطلهم عن هدفهم بيشيلوها، يعني على الاقل بيشيلوها بنسبه 80%. واخيرا يا وحش مش بيخافوا من المسؤوليه. طب ما دي هي النقطه اللي فاتت يا كريم. لا هم مش بيخافوا من المسؤوليه انهم يبداوا. فرق بينك وبينهم، او انت ممكن ما تبقاش تعمل الحاجه دي، بس في ناس فعلا بتخاف تفشل. اصل انا خايف ابدا قناه يوتيوب فتفشل، اصل انا خايف اذاكر فافشل، او خايف ما بقاش قد كلامي، هقول هعمل وهعمل وما بقاش قد كلامي. مع ان الحاجه دي طبيعيه. انت ساعات هتتخاذل، ساعات مش تبقى قادر، ساعات بس هتعمل. مش بيقفوا انهم يبداوا، هم هيدفعوا الثمن، هيحرقوا كل السفن عشان ما يرجعوش البحر تاني، وهيفضلوا على الشاطئ ويكملوا. وحاجه بعد كده اضافيه جميله قوي، انهم مش بيحطوا شرط للسعاده. اهم حاجه في رحلتك انك تحط شرط للسعاده. يعني بقى سعيد لما اوصل لعدد الفولورز المعين، سعيد لما اشتري العربيه الفلانيه، يا لما اجيب الفلوس. الحقيقه بعدها بتتخنق برضه وبتدور على هدف تاني، لان ده الانسان بيتبسط بالهدف بتاعه. يعني حتى وانت صغير لو جات لك لعبه مثلا تلاقي نفسك لعبت بيها يومين وسبتها، لان دي طبيعتك كانسان. الفكره ان الهدف هيحمسك، بس السعاده عمرها ما تبقى مشروط. في متعه، بس في حاجه اسمها السعاده وانت بتتكلم في الجيم، السعاده وانت بتسعى لتحقيق هدف، السعاده في الرحله فعلا هي اللي تبقى سعيده. الهدف متعه، انما السعاده في الرحله، في البروسيس. وما تربطش سعادتك بالهدف، ما تبقاش مشروط. شكرا على المشاهده.